تذاكر لوحدك ولا تذاكر ومعاك نسخة شات جي بي تي بلس؟ لو انت طالب في ثانوي او جامعة وبتستخدم شات جي بي تي النسخة المجانية فهي هتساعدك لكن بشكل سطحي جدا، لكن مع النسخة المدفوعة الموضوع بيختلف تماما. خليني اقولك ازاي. النسخة المدفوعة من شات جي بي تي بتخليك تذاكر اسرع وتفهم اي سؤال او جزئية صعبة كأنك مع مدرس خصوصي بيشرح لك ببساطة وبأمثلة. فتعالى نجرب سوا كده الفرق بين النسخة المجانية والنسخة المدفوعة. انا مش فاهم مسائل كيرشوف في الفيزياء، فهمها لي كأني طالب في تالتة ثانوي. ده غير مميزات تانية زي انك تقدر تستخدم التفاعل الصوتي من غير ليميت، والتفاعل الفيديو اللي مش متاح خالص حتى في النسخة التجريبية المجانية، ويقدر يعمل لك ملخصات وامتحانات تجريبية بمستويات مختلفة عشان تختبر نفسك ويجهز لك جداول المذاكرة. بس في مشكلة بتقابل ناس كتير في مصر، وهي ان النسخة المدفوعة بتحتاج بطاقة بنكية والدفع بيكون بالدولار، وعشان كده وفرنا لك خدمة اشتراك شات جي بي تي بلس بالجنيه المصري ومن غير ما تحتاج فيزا، وتقدر تختار اكونت خاص بيك او اكونت مشترك مع عدد محدود، وده هيكون اوفر ومناسب ليك جدا لو انت طالب وتقدر تشترك فيه مع زمايلك. ابعت لنا رساله او اكتب شات جي بي تي بلس في كومنت وهنبعت لك كل التفاصيل.